بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. بنرحب فيكم في قناتكم يوميات زملكاوي. امبارح نادي الاهلي ونادي الزمالك قدموا مباراة جميلة جدا، من احسن المباريات بصراحة اللي شفتها للفرقتين. الاهلي لعب بمنتهى القوة وبمنتهى الشراسة وحاول كتير جدا على مرمى الزمالك، ولكن عواد والقائم كان لهم رأي تاني في المباراة، وهم اللي خرجوا نادي الزمالك مع الدفاع طبعا بنتيجة التعادل، ولجأنا لركلات الترجيح. الناحية التانية نادي الزمالك عمل اللي عليه، ما اقدرش الوم اي حد في الزمالك على خسارة المباراة، لان كل لاعيبة الزمالك عملوا اللي عليهم في حدود المتاح. لما تيجي تحسبها بالعقل تلاقي ان الزمالك ناقص 2 لاعيبة مهمين جدا، دونجا ومصطفى شلبي، ومن قبلهم فتوح وزيزو لسه العقد بتاعه ما اتجددش، تحس ان هو امبارح كان بيلعب من غير نفس. طبعا كل العوامل دي طبعا، والمشكله بتاعت دونجا وابو واحد السيد والازمه اللي حصلت في الامارات طبعا تاثر على تركيز اللعيبه وتاثر. هنلعب المباراه لا هننسحب في المباراه دي، طبعا نقطه اثرت على تركيز لعيبه الزمالك وخلت غياب الروح شويه. ده ما يمنعش ان الفرقتين لعبوا مباراه جميله جدا تشرف الكره المصريه والكره العربيه، واستمتعنا بمباراه. صحيح هي كانت مباراه طويله جدا، لان مفيش فريق قدر يحسم المباراه لا في الوقت الاصلي ولا في الوقت الاضافي. لما نيجي نتكلم على ركلات الجزاء فيعني الفرقتين برضو عملوا اللي عليهم، ولكن الحظ وقف المره دي مع النادي الاهلي، ولان الاهلي بصراحه كان افضل في المباراه والاهلي كان يستحق الفوز. طبعا مبروك للنادي الاهلي، مبروك للاهلاويه، حقهم يفرحوا بعد ما خسروا السوبر الافريقي قصاد نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر بقضيه النجم والهداف ناصر منسي، اللاعب الخلوق واللاعب المؤدب واللاعب المحترم. في نقطه كمان اهم بقى من المكسب ومن الخساره، شفنا امبارح الروح الحلوه بين لاعبي الفرقتين، وشفنا الاحترام المتبادل ما بينهم، وشفنا امام عاشور. انا صراحه لازم اتكلم عليه كويس لان لما بيغلط بطلع انتقده، لكن امام عاشور امبارح كان عنده روح رياضيه وكان عنده اخلاق عاليه جدا. ولما اتكلم حتى بعد المباراه على دونجا اتكلم ان هو يعني مش شمتان في دونجا، وان هو بيتمنى ان الازمه بتاعت دونجا وشلبي تخلص باقصى ما يمكن. طبعا بقى لو اتكلمنا على اللي احنا استفدناه كنادي الزمالك من المباراه، ان انت كنادي الزمالك عندك مشكله في مركز الجناح. زيزو يعني في الجناح اليمين محتاج واحد جنبيه يفوقه، عشان لو زيزو اتنمرض او حس ان هو يعني مفيش منه لا يبقى ينزل البديل بتاعه. ومحتاجين 2 لعيبه في مركز الجناح الشمال. مفيش اي مانع ان انت تضيف لاعب من الناشئين تبدا ترميه على زيزو او ترميه في الناحيه الشمال على مصطفى شلبي، عشان خاطر اللعيبه دي ما تحسش انها مريحه قوي وان هي كده كده ضامنه اللعب. احنا اللعيب عندنا لما يحس ان هو ضامن مركزه خلاص انتهت بقى، مش هتاخد منه لعب. لو اتكلمنا في الناحيه الثانيه على النادي الاهلي، النادي الاهلي بدا المباراه بصوره جميله جدا، مستحوذ على الكوره، هجمات خطره جدا على نادي الزمالك. ولكن طبعا يعني الاهلي كان كويس، ولكن الزمالك برضو كان وحش جدا في اول المباراه، لان جوزيه جوميز اضطر ان هو يلاعب ناصر ماهر مكان شلبي عشان خاطر يبقى جناح، وده مش مكانه اصلا. ناصر ماهر احسن مكان ليه يلعب في العمق جنب عبد الله السعيد وجنب واحد ديفندر دفاعي زي دونجا او زي زياد كمال او زي محمد شحاته. فطبعا جوميز لما لقى ان الدنيا خلاص بقى الاهلي مسيطر والاهلي هيعمل نتيجه والاهلي هيكسب، عدل بسرعه، وده ذكاء طبعا من المدرب ان هو عدل الخطه بسرعه وراح منزل كونراد ميشيلاك مكان ناصر ماهر، وجاب ناصر ماهر في خط الوسط. ده رجع ظبط الفرقه نوعا ما وخلاها تهاجم تاني وجابت الهدف. هو صحيح الهدف اتلغى يعني بدايه تسلل، يعني بصراحه طقم التحكيم امبارح كان كويس جدا، الكابتن ايمن عمر والكابتن محمد معروف، وعايزين ندي الثقه شويه لحكامنا. الهدف انا يعني شايف ان هو صعب يتحسب تسلل، بس برضه ما اقدرش اشكك فيهم، دول حكامنا ولازم طبعا نقف جنبهم. يعني الهدف التسلل فيه بسيط قوي كان ممكن يعدي، بس يلا مش هنتكلم في حاجه، هي امور تحكيميه طبعا يعني بنسيبهم بقى لضميرهم، حسبوها صح حسبوها غلط هم المسؤولين قدام ربنا. بعد كده الزمالك بدا يبقى احسن وبدا يبادر الاهلي الهجمات في الشوط الثاني، يعني ما نقدرش نقول ان حد كان احسن من حد،
وفي الوقت الاضافي تحس ان هما الاثنين كانوا عايزين يلعبوا بلانتات. لما بدأنا البلانتات طبعا واول واحد ضيع كان من نادي الزمالك، صدها كان حمزه المسلوسي وصدها الشناوي. ولكن الاهلي بيضيع بعد كده ركلتين وبتيجي الكره لشيكابالا. يعني اخر ضربه الزمالك لو سددها هيكسب، شيكابالا اللي تصدى ليه ولعبها برضه بصوره حلوه. يعني مش عايزين نظلم شيكا ولا عمر جابر، الاثنين لعيبه كويسه من كباتن الفرقه. وهارد لك ضربه الجزاء يوم ليك ويوم عليك، ده درس لينا ان احنا ما نستناش بقى كل ماتش ان احنا عايزين نكسبه بضربات الجزاء، ونحاول ان شاء الله نكمل النواقص اللي عندنا في الفريق. محتاجين لسه الزمالك محتاج تدعيمات ومحتاج صفقات، ومحتاج بقى ان انت تدفع بالناشئين اللي عندك يا اخي، تكسب لعيبه، تكسب لعيبه تقيله في النادي. ايه المشكله مع احمد حسام ميدو وحسام حسن كانوا جايين الزمالك والزمالك ما فيهوش لعيبه وصعدوا لعيبه من الناشئين. احمد